صباح الخير أحبتي. نحب شوية نحكي عن تقنية الفيس ليفت. تقنية الفيس ليفت تقنية جدا جدا حلوة. كورس الفيس ليفت كورس جدا جميل، وهذا الكورس يعلمنا شلون شد البشرة وشد الجسم. هاي التقنية تشتغل على 30 نقطة بالجسم. يعني تقنية الفيس ليفت تقنية جدا حلوة، تعيد البشرة أكثر نضارة، وكل الشخص حيرجع بالعمر يبين عمره أصغر ب20 سنة. هاي التقنية حقيقة كلش حبيتها وعجبتني. نشتغلها على البشرة، على الوجه 10 خطوات على البشرة. نستخدم إيدينا، يعني نبدي من الرقبة، من هنا نخلي ايدينا على الرقبة، بعدين نصعد إلى كل البشرة. هاي التقنية حلوة، وحقيقة شد البشرة وحتى للجسم لها تأثير. الكلام اللي نقوله ويا 10 خطوات بإيدينا نستخدمها هتغير بالبشرة. يعني فيلر طبيعي للشفة، فيلر طبيعي للخدود، نظارة بالعين، شد للصدر، شد للبطن، كل الجسم حيكون جدا مشدود. حقيقة هاي تقنية جدا جميلة. حتى الشعر حيبدي يتغير، كل الجسد حيتغير. يعني حقيقة أنا شفت عليها كلش تغير حلو. يعني الحمد لله أنا بطبيعتي أبين أصغر من عمري بهواية، يعني من الأول قبل ما أدخل هاي التقنيات وعلم الطاقة، لكن لا، من دخلت هاي التقنيات وعلم الطاقة، لا، تقنية الفيس ليفت تبين للإنسان صح يصير له يبين أصغر عمره ويكون البشرة أكثر مجهودة. هتشوفون التغيير كل ما تكون الجلسات نسويها، يعني تستمر الجلسات بالأسبوع مرة أو مرتين، تصير أكثر من 20 جلسة، حيبين التغيير. أصلا تبين من الجلسة الأولى التغيير. إضافة إلى هاي التقنية أضيف أيضا السعادة للروح. أكو بهاي التقنية تشافي، أيضا بها تشافي وتضيف السعادة، لأن بهاي التقنية أيضا موجود علاج لهواية أمراض، لهواية يعني تشتغل على وجهات النظر وعلى الأحكام أيضا. فإحنا شنو اللي تمنع، يعني شنو يسوي لنا التجاعيد ويسوي لنا الكبر والعجز والهاي، اللي يسوي لنا هاي الأمور هي الأحكام نطلقها دائما، وجهات النظر نطلقها على نفسنا. حتى لو بيننا وبين نفسنا دائما نحكم أو نجلد ذاتنا أو نحكم على نفسنا، أو الأحكام اللي نقولها على الآخرين، النميمة، هي هاي كلها تأثر على الإنسان وحتبينه أكبر بالعمر، حتبينه شكله يعني ما حلو، حيبين تجاعيد، أشوفهم عمرهم أصغر 20 أو 30 سنة ويبينون أكبر، يبينون عمرهم أكبر. ليش؟ لأن عندهم أحكام هواية، عندهم وجهات نظر هواية عن الناس أو على نفسهم. وهاي التقنية من نشتغلها هواية حتدمر وتنسف الأحكام. فلهذا تكون جدا جدا مهمة هاي التقنية وجدا حلوة، فأنصحكم بيها وتبتعدون عن أذية الجسد بالأوبر وبالفلر والأشياء المؤلمة اللي تألم جسدنا. وبيها أكيد بيها نتائج سلبية، اللي هي النحت وقص المعدة، هاي كلها تأذي جسدنا. كل شيء مو طبيعي حيأذي الجسد، يأذي جسدنا من يكون عمليات مؤلمة للجسد والسبب سلبيات وأمراض أكيد بالمستقبل. المعدة قصها أو النحت أو قص أجزاء الجسم كلها بها سلبيات وأمراض بالمستقبل. حبيت أفيدكم تكون عندكم أكثر معلومات. وعلم الطاقة يعني علم كلش واسع، كل ما تقرون بيه وحتشوفون هواية شغلات حلوة.
هو جسد إلى وعي، جسدنا إلى وعي، لازم إحنا نهتم بيه. كل ما اهتمينا بيه هو همينا حيبين لنا سعادته، يبين اهتمامنا بيه، فهو هم يكون مرتاح وسعيد. أحبكم هواية، صباحكم جميل.